السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفطير الشرقي وش بيتزا بالجبنه. بكوبايتين اتنين بس من الدقيق هنعمل ألذ واطعم فطير شرقي. الطريقه سهله جدا وبسيطه وتنفع للمبتدئين، والطريقه ناجحه مليون المية وتتحدي بيها اكبر محلات الفطير. يلا نبدا على بركه الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقه التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا في المكونات، معايا كوبايه ميه دافيه بمقدار مضج الشاي، هنضيف عليها ربع معلقه من الملح وهنقلب المكونات مع بعض. هضيف كمان كوبايتين من الدقيق بمقدار مضج الشاي، لو هنوزنهم على الميزان هيبقى 400 جرام من الدقيق. انا هنا استخدمت دقيق فاخر اللي هو 5 نجوم او متعدد الاستخدامات، اي نوع دقيق حضرتك بتفضليه اشتغلي فيه. هنبدا ندخل الدقيق مع المكونات، ومعايا كمان ربع كوبايه من الميه الدافيه بضيفها بالتدريج. الميه هنا تتزود يا جماعه بالتدريج، لان في نوع دقيق بيشرب سوائل وفي نوع دقيق ما بيشربش سوائل. هنبدا بقى نعجن كل المكونات مع بعضها، واهم حاجه هنا العجن، مده العجن العجينه بتاعه الفطير. طبعا انا لازم اعجنها كويس عشان اشغل ماده الجلوتين اللي في الفطير، فتعمل لي عرق حلو جدا للعجينه بتاعتنا. زي ما انت شايفه كده، شايفه انا نزلتها على الرخام وببدا ان انا اعجن كويس بالشكل ده عشان اشغل ماده الجلوتين، وماده الجلوتين تديني عرق حلو جدا للعجينه. فاثناء تهويه العجينه او اثناء تهويه الفطير تتفرد معايا وتبقى العجينه معايا كده مطاطيه زي ما انت شايفاها بالشكل ده، فتبقى سهله التشكيل في الفطير. يبقى اهم حاجه واهم خطوه في العجينه بتاعه الفطير هي مده العجن، ان احنا نعجنها كويس لحد ما الاقيها بقت طريه معايا وبتمط وبتشد كده زي ما انت شفتيها. تمام، سبتها ارتاحت لمده 10 دقايق، وهنبدا هنا نقطع العجين، او حاجه اسمها بقى يعني في لغه اللي هم الجماعه بتوع الفطير او محلات الفطير او صناعيه الفطير هنقصد العجينه. يبقى تقطيع العجينه هنا اسمها هنقصد العجينه او هنقطع العجينه. انا قطعت كده كل كوره بالويم، لو هنوزنها على الميزان هتبقى 200 جرام. تمام، هنكورها بقى بالشكل دون، وهنبدا بقى ايه نزيت العجينه بتاعتنا. انا دهنه هنا الارضيه زيت، وهدهن كمان وش العجينه دي زيت، وهنغطيها بكيس بلاستيكي وهنسيبها ترتاح لمده 10 دقايق او ربع ساعه، لان احنا في الجو حر. لو في الشتاء بنسيبها ترتاح اكتر من ربع ساعه، يعني ممكن نسيبها تلت ساعه او نص ساعه، لكن العجين ما نقدرش نسيبه في الفطير يرتاح اكتر من كده. يبقى في الصيف ممكن اسيبه 10 دقايق او ربع ساعه، لكن في الشتاء هسيبه نص ساعه. مش هسيب العجين بتاعنا يرتاح اكتر من كده، لان لو سبته يرتاح اكتر من كده لو جيت افرد العجينه بعد كده هتلاقيها طريت مني قوي واتقطعت مني. انا هنا حطيت معلقه من الزيت كبيره على الرخامه، وجبت قطعه العجين بتاعتي وببدا افرد بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بفرد من الداخل على الخارج، يعني من جوه الفطيره او من جوه العجين لبره، من جوه لبره، ببطط زي ما انت شايفه كده. ولو قطعه العجين اكبر من 200 جرام تقدري تعمليها بالمردنه، والخطوه دي اسمها همردن العجينه، همردنها يعني بالمردنه. بالنشابه، هفردها بالنشابه. طبعا انا دهنت كمان شويه كده من السمنه، اي بقى سمنه نباتي سمنه بلدي الموجود عند حضرتك اشتغلي بيه. وببدا زي ما انت شايفه كده ارفع اطراف العجينه واهويها على ايدي بس بالراحه. طبعا اثناء ما انت بتعملي التهويه دي من الجايز جدا انها تتقطع منك، بس مفيش مشكله. طبعا انا هويت الاطراف زي ما انت شايفه كده، واهم حاجه ان انا بركز على الاطراف ان انا افردها كويس عشان ما تبقاش تخينه مني. ودهنت كده شويه برضو، كل ما بهوي جزء كنت بدهنه بالسمنه، ولميت الاطراف على بعض زي ما انت شايفه كده. وهنبدا بقى نحشيها. انا حطيت هنا ميكس من الجبنه الشيدر على الجبنه الرومي، وحطيت كمان قطع من الفلفل الرومي، وحطيت كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا، واحط كمان قطع من الزيتون، وممكن تحطي شرايح بصل لو حضرتك حابه، وممكن تضيفي هنا كمان لحمه مفرومه متعصجه او فراخ متقطعه قطع صغيره متعصجه برضو. ببدا برضو هنا اقفل برضو والم الاطراف كده على بعضها زي ما انت شايفه بالشكل ده. دي كده اول قطعه معايا. هنبدا بقى نجيب القطعه التانية. برضو انا هدهن الارضيه بتاعه الرخامه بشويه من الزيت. طبعا تفرديها على زيت، ما تفرديهاش على سمنه، لان السمنه الزيت ما بيجلدش على الارضيه بتاعه الرخامه، لكن السمنه لو حطيتيها هيجلد فهتوقف معاكي فرد العجينه. زي ما انت شايفه كده ببدا افرد العجينه بالشكل دون من بره من جوه لبره، وبهتم جدا بالاطراف ان الاطراف ما تكونش معايا تخينه. تمام، وبرفع كده الطرف بتاع الفطيره بالراحه كده، وبعمل له تهويه بهويها عشان الهواء يدخله. الهواء ده هو اللي هيورق لي الفطيره.
وكمان اللي بيورق الفطير معايا غير التهويه السمنه او الزبده اللي انت بترشيها على الفطير نفسه، ده برضو بيورق ما بين الطبقات. زي ما انت كده شايفه تهويه الفطير سهله جدا، وباكد هنا على الاطراف ان احنا نخلي الاطراف بتاعتنا رقيقه. زي ما انت شايفه كده هي اتفردت معايا هي بكل سهوله. هبدا بقى ادهنها كلها كمان قطعه شويه كده من السمنه، وهجيب القطعه اللي معانا اللي احنا عملناها، وهنبدا بقى نلم الاطراف كلها على بعضها. دي القطعه اللي احنا حشيناها مع بعض وعملناها مع بعض في اول الفيديو. هنبدا بقى هنا نلم الاطراف على بعضها، واثناء ما بلم الاطراف بدهن برضو بالسمنه. الصينيه اللي معايا دي صينيه مقاس 40 في 40، يعني صينيه كبيره. طبعا انا دهنتها كده معلقه كبيره من السمنه، وببدا احط الفطيره فيها زي ما انت شايفه كده، وهغطيها لمده 10 دقايق او ربع ساعه ترتاح، وبعد كده هنفردها. ممكن احنا في فرد الفطير نستخدم ميكس من السمنه مع الزيت، وممكن نستخدم ميكس من السمنه البلدي مع السمنه النباتي، وممكن نستخدم ميكس من السمنه النباتي مع الزبده، او السمنه البلدي مع الزبده. يعني الميكسات بتاعت الماده الدهنيه دي ترجع ليك انتي. المهم ان انا دهنت ايدي كده شويه من الماده الدهنيه اللي هي السمنه اللي معايا، وهبدا افرد الفطيره بتاعتي. بصوا طريقه فرد الفطيره في الصينيه، بعد ما ارتاحت ربع ساعه بفردها من الداخل على الخارج، من جوه لبره، بفرد من جوه لبره، وبحاول ما اخليش فيها يعني حجم يبقى رقيق وحجم يبقى فيها تخين او سميك، لا انا بخليها كلها سمك واحد. زي ما انت شايفه كده ببدا ابططها وببطط بالراحه، مش بضغط عليها قوي، انا ببططها بالراحه، بضغط عليها بالراحه، وبتتبطط معايا بكل سهوله، لان العجينه معايا لينه، وكمان سيبناها ارتاحت وخدت وقتها يعني خدت وقتها من العجن ومن الفرد ومن الماده الدهنيه، فبقت معايا بالطريقه الجميله دي. المهم بقى طريقه التسويه، انا مشغله الفرن على فرن ساخن مسبقا، دخلتها في الرف الاقرب لسطح الفرن، وبعد ما خدت لون من الاسفل فتحت عليها من الاعلى. خدت معايا بالظبط تلت ساعه في الفرن مع المتابعه المستمره، عشان الفطير بياخد لون بسرعه. نخلي بالنا على درجه حراره 200، بس المهم ان يكون الفرن ساخن جدا. لما ندخل الفطير ندخله على فرن ساخن. انا بقى هنا بوريكي القرمشه بتاعت الفطير، بصي عامله ازاي، يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفه يعني اللهم بارك، بجد طلعت تحفه. لما رحنا جبنا المنيو بتاع فطير عم شلتت، علشان كان ولادي عايزين يطلبوا اوردر او ان هم يروحوا ياكلوا هناك، الفطيره اللي هي الحجم الكبير اللي انا عاملاها دي كان ثمنها 250 جنيه، والحجم المتوسط ثمنها 150، والحجم الاكبر من المتوسط شويه، الحجم الصغير 150 والمتوسط 175، والكبيره اللي زي دي ب 250. قلت لهم لا يمكن، انا لازم اعمله لكم انا في البيت. بعد ما طلعت والفطير استوى معايا بالشكل ده، هنبدا بقى نضيف كل حاجه احنا عايزينها على الوش. انا ضفت هنا شويه ميكس من الجبنه الرومي على الشيدر، على كمان شويه من الموتزاريلا، الجبنه الموتزاريلا، وضفت كمان هنا قطع من الفلفل الرومي الاخضر والاحمر، وضفت كمان قطع من الزيتون. ولو عندك اي قطع خضار حابه تضيفيها زي المشروم، زي قطع صغيره من الطماطم، مفيش مشكله ضيفيها. ممكن تضيفي بسطرمه، ممكن تضيفي سجق، ضيفي اللي يعجبك. رجعتها تاني الفرن، بس ان الخضار ده يدبل ويستوي كده تحت الشوايه، ولسه مطلعاها حالا، يعني خدت كمان 3 دقايق او 4 دقايق تحت الشوايه عشان الخضار ده بس يدبل والجبنه كده تبتدي تسيح. هنبدا بقى نجيب بقى اي حاجه كده ليها تكون حاميه، وهنبدا نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هقطعها تقطيعه المحلات بالظبط زي ما بيقطعوها، بجد تحفه. وهوريك التوريقات بتاعتها، ما شاء الله كانت رائعه، وما كلفتنيش حاجه. 2 من الدقيق اللي هم مش مكملين نص كيلو من الدقيق، وشويه حاجات بسيطه جدا من عندنا من التلاجة، جبنه وزيتون وفلفل رومي. ما شاء الله طلعت ألذ واطعم فطيره، ومعموله بنظافه وبجمال في البيت. تعالوا نطلع قطعه كده ونشوفها. وبقوا توفير، اهم حاجه كمان التوفير، وفرنا. دي كانت هنشتريها ب 250 جنيه. شايفين التوريقات بتاعتها؟ انا بوريك التوريقات، يعني ما شاء الله طالعه تحفه. وانا مش مكتره كمان من الماده الدهنيه كتير، يعني هي كلها كده خدت نص مضج او اقل من نص مضج، يعني خدت 75 جرام من الماده الدهنيه، فبجد خرافه. شايفين التوريقات والحشوه؟ والله تحفه. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشير الفيديو لاصحابك. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.